بص كاتب بحث عامل ازاي، وبحث حرفيا يعني بحث جامد قوي. يعني انت لو خدت كوبي ونزلت بيه في اي حاجة هظبط لك الدنيا. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم عن فكرة المساعد الشخصي. لو حابب يبقى انت عندك مساعد شخصي في حياتك بتتكلم معاه بتسأله عن كل حاجة حرفيا، يعني انت ممكن تخليه يعمل لك اي حاجة. كنت انا نزلت عن الكوبايلوت قبل كده وقلت انك ممكن تستخدمه ان هو يعمل لك محتوى والكلام ده. بس الكوبايلوت يعني مش بالكفاءة بتاعة البرنامج اللي انا ممكن اعرضه عليكم النهارده. الكوبايلوت بس ممكن يعمل لك صور مثلا في وسط القصة اللي انت هتكتبها او المحتوى اللي انت عايز تقدمه. بس البرنامج بتاع النهاردة يختلف تماما. انا نفسي يعني تقريبا بستخدمه في اليوم اكتر من اي حاجة. هعرضه عليكم دلوقتي واعرفكم فكرة تشغيله ازاي. يعني البرنامج ده بنزله ازاي؟ نخش على السوق عادي او المتجر، نكتب هنا تشات او تشات جي بي تي. هو موجود هنا، اول ما تكتب تشات بس هتلاقيه قدامك. انهي واحد بقى في دول؟ هو ده البرنامج ده. بتعمل له تثبيت عادي وبينزل معاك. طيب بنستخدمه ازاي بقى؟ هوريكم دلوقتي من على التليفون التاني، بس بحيث ان انا ايه مستناش ان احنا نثبت البرنامج على التليفون ده يعني. طيب يا جماعة، هو دي واجهة البرنامج، هي دي. هنخش عليه كده، ممكن نسأله عن أي حاجة. يعني مثلا ممكن نقول له مثلا أبسط مثال، يعني تعرف إيه عن علم المصريات؟ ممكن نكتب له تشات وهو هيرد علينا عادي، أو ممكن نخليه يتكلم، يعني يتكلم كبني آدم احنا بنتكلم معاه، سواء بقى عربي أو إنجليزي، انت براحتك. يعني مثلا ممكن تستخدمه ككاتب سيناريوهات، ممكن تستخدمه ككاتب حاجات كتير، يعني تستخدمه في حاجات كتير جدا. انت براحتك بقى، انت شوف انت تستخدمه ازاي. الحلو بقى في الموضوع ان هو بيزود خبرته معاك، يعني هو بيفهمك فبيبدأ يظبط دماغه عليك. بجد الكلام ده، يعني هو بيبدأ يفهم مثلا طريقتك ويبدأ يظبط لك انت الدنيا على دماغك. ممكن نقول له مثلا انا نازل الجيم النهارده، محتاج تمرينة بنش مثلا. كتب تمرينة بنش محترمة. ده الحلو في الموضوع بقى، ان هو فعلا بيديك الخلاصة. يعني انت ممكن مثلا حتى تكتب له مسائل حسابية، ممكن تقول له مثلا يعمل لي بحث مصغر عن علم الفيزياء. لا حوار يعني. بجد انا بستخدمه حرفيا في كل حاجة. يعني انا بستخدمه في كتابات المحتوى اللي انا بكتبه، بستخدمه في افكار، بستخدمه في حاجات كتير جدا. يعني ده انا بستخدم، يعني انا باخد راي ال AI والذكاء الاصطناعي اكتر ما باخد راي ناس في حياتي بجد وحرفيا. ممكن مثلا تستخدمه ككاتب محتوى، يعني ممكن تقول له مثلا عندي ستور تيشرتات مثلا، وعايز اكتب محتوى يجذب المشاهدين باللهجة المصرية، وزود هاشتاجات مثلا. يعني شد 3.5 ومش وحش، ده هو واو جامد جدا، واحسن تقريبا من الكوبايلوت. يعني الكوبايلوت شات 4 بس مش بالدقة اللي انت شايفها دي. مش هيعمل معاك كده، مش هيديك الحاجات كده زي ما انت شايف، بوست محترم، تمرينة محترمة، اداء محترم، كل حاجة حرفيا يعني.
ومعاك لحد 5000 كلمة. يعني معاك لحد 5000 كلمة هيكتب لك يعني في اليوم الواحد لحد 5000 كلمة. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة، وبإذن الله يعني الفترة الجاية دي هنزل برضو فيديوهات بالشكل ده، حاجات بتفيدني في يومي وبتفيدني في حياتي، وهبدأ ان انا اعرض عليكم بدون ما ابخل على حد بأي معلومة يعني ان شاء الله. بس كده، يا رب الفيديو يعجبكم، ومتشكر جدا لحضراتكم.